الكتاب المقدس واضح قوي بيقول عندما يكون الله معنا بروح القدس يعطينا فهما. ساعات الواحد يبقى مش عارف يعمل ايه، لكن ربنا بيديله فهم عشان يلمس قلب حد معين. وانا دايما اقول لما حاجة تقولك جوه قلبك كده اتكلم عني مع اي حد حتى لو غير مسيحي، اتكلم عنه ما تخافش. ده يبقى ربنا رتب الانسان التاني بروحه القدوس برضو علشان يسمع لك ويقبل منك الكلام. حصل في مرة من المرات ان واحد من الحبايب كده قال لي يا ابونا في بلد من بلاد العالم، قال لي يا ابونا احنا عندنا طيارة تحب تركب فيها. قلت له قوي قوي. قال لي بس انا لسه ما طلعتش الرخصة بتاعتي، بس واحد من زمايلي عنده رخصة وهو لسه واخدها الاسبوع اللي فات، يعني كابتن جديد نوفي يعني. قلت له طيب هنركب كلنا؟ قال لي لا، ده هي طيارة راكب واحد بس، هتبقى انت راكب واحد. قال لي قلت له طيب. فقال لي بس يا ابونا عشان صاحبي ده ملحد فما فيش داعي عشان خاطري ما اجيبش سيرة ربنا يعني. انا اسف يعني يا ابونا، بس نص ساعة مش هتجيب سيرة ربنا، بس يعني عشان مش عاوزين نفض الشركة بسبب حاجات دينية يعني. قلت له انا هقعد نص ساعة ما اتكلمش عن ربنا؟ قال لي يا ابونا اتفسح، اتكلم عن اي الجو الطقس اي حاجة يعني، مش لازم تتكلم عن ربنا يعني. حاضر. المهم رحت اتفسح مع الراجل ده، فكانت الطيارة جوه الهانجر بتاعها او المكان بتاعها الجراج يعني. فالطيارة كانت انا مش عارف دي طيارة ولا موتوسيكل ومركبين له جناحات يعني، صغيرة خالص وانا الراكب الوحيد. لقيت الراجل جاي يحط بنزين، فالتانك جوه الطيارة نفسها من جوه يعني من ورا الكرسي، ففتح وحط البنزين، جه يقفل التانك ما بيقفلش يظهر ولا ايه، فراح جايب بتاع بلاستيك كده وحطها زي كيس بلاستيك وقعد يزنق يا نهار ابيض. طب والضغط الجو انا مش قادر. والراجل بيقول لي فادر، هو راجل ظريف قوي يعني، هو مش مسيحي خالص ملحد لكن مؤدب جدا يعني. بيقول لي هو الجناح ده سليم؟ قلت له متهيألي يعني، بس معوج شويه منها. قعد يعدله بايديه. هي دي الطياره اللي انا اركبها؟ المهم بعد ما خلص وطلع ركب، رحت انا ناطط في الطياره، فقال لي لا سوري فادر، انت هتزقني. هزقك؟ لازم تزقني عشان. قلت له انا مش هيركليز هزق الطياره. قال لي دي الطياره صغيره، انا الجيرل فريند بتاعتي بتزقها يعني، مفيش مشكله. حاضر. فزقيته بقى، زقيت الطياره لغايه ما طلعته على الران واي وركبت، وقعد يربطني جامد قوي، تقولش الطياره هتقع يعني ولا حاجه. وجي شغل بقى، قعد يشغل عشان تشتغل. قلت اجيب لك وصله مثلا ولا حاجه، واخيرا اشتغلت وطرنا. فكان واحنا طايرين المحيط على اليمين، ميه على اليمين، وعلى الشمال ارض. والراجل كل شويه يقول لي لو عطل الموتور، عشان الموتور ده تعبان قوي، لو عطل هننزل في الحته دي او في الحته دي او في المكان اللي هناك ده. قلت له انزل في الحته اللي تريحك على الشمال، بس ما تنزلش على اليمين طبعا لان اليمين ميه. وقعدنا نضحك وكمل، وقعد يفرجني على البلد يعني رحله جميله ما اقولش حاجه يعني. بس هو مره واحده بيقول لي فادر انت عاوزني افليبت يعني اقلبها؟ قلت له اقلبها. قال لي انت فاهم الكلمه اللي انا قلتها؟ قلت له نبقى راسنا تحت ورجلنا فوق. قال لي بس انا يعني كابتن جديد يعني، بايلوت جديد للطياره يعني، طيار جديد يعني. قلت بقى لي رخصه واخدها من اسبوع ولا حاجه. قلت له ماله، جرب يعني مش هيجرى حاجه. قال لي انت متاكد ان انت عاوز تعمل كده؟ قلت له قال لي انت عارف ازاي نقلب الطياره دي؟ قلت له ازاي؟ قال لي افضل طالع 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 لغايه ما اجي في ليفل ما اقدرش كنترولت يعني، فهتفضل تقلب 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 تتشقلب تتشقلب لوحدها لغايه ما نيجي في الليفل ده او المستوى ده، اتمنى اعرف امسكها بقى يعني. فقلت له واو ده حاجه لذيذه قوي، طب ما تجرب. فقال لي انا طيار جديد ما ينفعش على فكره انا هقول لك على حاجه بس ما تخافش يعني. قلت له ايه؟ قال لي 95% هنموت لو عملنا كده، لان انا عمري ما عملت كده ومش ضامن قوي ان انا اقدر اتحكم في الطياره. طبعا صاحبي قايل لي ما تكلموش عن ربنا، بس ما تكلموش عن الموت ولا الجنه والنار يعني.
فقال لي احنا هنموت. قلت له طب وايه المشكله؟ قال لي انت مش خايف تموت يا فاضل؟ قلت له انا لا، مش هموت، وحتى لو مت مفيش مشكله، هخش السما. انا اسف يعني للي هيحصل لك انت، بس ما باليد حيله بقى يعني، انا عارف اني هخش السما. فقال لي ايه ده، انت بتؤمن بالسما والنار؟ قلت له اه. قال لي بتؤمن بالسما والنار؟ ده فلان صاحبي قال لي ان انت راجل مثقف جدا. قلت له احتمال كبير عشان انا مثقف جدا بؤمن بالسما والنار. فقال لي لا فازر، ما فيش سما ولا نار، دي كلها تهيؤات، ده رجال الدين عملوها عشان يرعبوا الناس. قلت له اه بس مش انا المرعوب، انت المرعوب. يعني لو رجال الدين عملوها يبقى ما عملوش عشان يخوفوا الناس، لان انا مش خايف، انت اللي خايف، فيعني في حاجه غلط. فقال لي بس المهم مفيش حاجه اسمها جنه ونار، يعني تقدر تثبت ان في سما ونار؟ قلت له اه انا اقدر اثبت. انت تقدر تثبت ان مفيش نار ولا سما؟ قال لي انا ما اقدرش اثبت ولا انت تقدر تثبت. قلت له لا اقدر، مش هاثبت لك ان في سما وابديه ونار وحياه بعد الموت من الخليقه، مش هقول لك من العلم اللي انت بتتكلم عليه، مش هقول لك، لكن هثبت لك من حاجه عبيطه خالص انت نفسك ممكن ما كنتش تفكر فيها خالص. قال لي ايه؟ قلت له ظهورات القديسين واعمالهم في وسطينا. قال لي ظهورات قديسين؟ فازر انت طبيعي بتتكلم على ايه؟ قلت له العذراء ظهرت عندنا في كنيسة الزيتون لمدة 2 وشافها ناس كتير قوي. اول ناس شافوها ما كانوش مسيحيين اصلا، وصوروها وحطوها في الجرايد، ملايين الملايين شافوها، فاذا ظهورها حقيقية. قال لي ده اسمه جروب هالوسينيشن، يعني الناس كلها بيجي لها هلوسة. قلت له فرضا معاك هلوسة، انت عارف كم معجزة اتعملت؟ تعالى معايا دلوقتي اوريك راهب او 2، واحد فيهم كان مولود اعمى وهو قدام العذراء، وهو قدام الزحمة، قال لها لو انت فعلا ظاهرة، هو ما كانش مسيحي، قال لها لو انت فعلا ظاهرة خليني اشوفك. في الحال اتفتحت عينيه، مولود اعمى ربنا خلق له عينين وهو بيكلم العذراء، وشاف العذراء وآمن. وانت عارف عشان يدفع الثمن كان تقيل قوي عليه، اتبهدل، سلخوا له جلده لما عمل صليب على جلده، وفي الاخر اخته موتته، حطت له سم عشان يموت، وانقذوه الناس وودوه لحد للبابا كيرلس السادس، صلى له وشفاه، وبعد كده اتعمد بقى مسيحي وبقى كاهن وبقى راهب، ولغايه دلوقتي موجود الحمد لله لسه عايش. وكان في 2 تانيين، واحد منهم صحته تعبانه قوي دلوقتي، لكن الثالث تنيح. لو عاوز تيجي تشوفهم شوفهم. وبقول لي بقى الهلوسه ممكن تعمل معجزه؟ تفتح عين واحد اعمى مولود اعمى؟ قال لي طبعا لا. قلت له يبقى مش هلوسه، يبقى حقيقه. فقال لي طب نتكلم عن الموضوع ده بالليل. وفعلا جالي بالليل وقعدنا نتكلم، ونشكر ربنا قرب من المسيح جدا على مدى كذا سنة. يعني انت لو ربنا بيقولك في اي وقت اتكلم عني، لازم تتكلم عنه، لان هو بيبقى مستنيك ان انت تخبر الاخرين. انا ما اتكلمتش عن يسوع باي ذا واي، انا اتكلمت عن الموت والحياة. الناس اللي هي ملحدين او الناس اللي غير المؤمنين ايا كانوا بقى، يجوا لغاية الحتة دي ويقف يبقى مش عارف يقول ايه، لان هو عارف ان حتى لو عقله عمال يقول له مفيش حياه بعد الموت، قلبه بيقول له، لان ربنا بيكلمه جوه قلبه ويقول له لا في حياه وهتقف قدامي. فعشان كده الواحد لازم يبقى عارف كويس جدا ان لو بعد عن ربنا في الاخر مش هيخش السماء، واذا مفيش سماء ومفيش ابديه يبقى ما احنا اشقى جميع الناس. انت مين قالك ان انت عايش عشان حاجه؟ انت ايه الفرق بينك وبين اي حد تاني، بين اي حيوان في الدنيا؟ ما هو عايش بياكل وبيشرب وفي الاخر بينام. لكن احنا قدامنا هدف جليل، ان احنا نبقى في حضن ربنا. فجهز نفسك للسماء،
لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. الكتاب بيقول إن سرت في وادي ظل الموت فلا أخاف شرا لأنك أنت معي. تخيل لو مشيت في وادي ظل الموت، يعني الموت حواليك من كل حتة. عارفين أحكي لكم حكاية لذيذة قوي. أنا كنت بطلع كل يوم بالليل في الصحراء أتمشى، وفي مرة كده وأنا بتمشى، أنا كنت بتمشى بشبشب زنوبة، ده اللي هو شبشب البلاستيك ده اللي ما ينفعش خالص يعني في وسط الصحراء. ما تفهمش عدو الخير بقى لعب في دماغي شوية وقال لي طب افرض عقربة قرصتك، طب افرض تعبان قرصك. ما أنا بطلع كل يوم وبقالي كذا سنة بعمل كده، إيه الفكرة اللي جات لي دي؟ أهي جت. فأنا قلت عشان بس أبعد الفكرة عن دماغي والخوف ولحسن حاجة تورطني ولا حاجة، رحت راجع ولابس شوز ورجعت تاني في الصحراء. قال يعني الشوز اللي هيحميني. طبعا أنا مش شايف حاجة، الدنيا ضلمة كحل. في جيبي كشاف بس مش بولعه، لأن لو ولعته هيحصل ديستراكشن، يعني هيحصل لخبطة كده وأنا ماشي. فإيه ماشي. وخرج معايا في اليوم ده أبونا تاني كان ماشي معايا، واحنا ماشيين في الضلمه وبنتكلم وبنسبح ربنا ومش عارف ايه. فجأة وبدون مقدمات لقيت نفسي بنط حوالي متر فوق كده في الهواء ونزلت تاني. فقال لي انت عملت كده ليه؟ قلت له مش عارف، انا نفسي مش عارف، بس انا نطيت النطه الغريبه دي وانا مش فاهم حاجه. فقال لي طب انا معايا كشاف. راح واخد الكشاف وقعد يدور يدور يدور. لقينا طريشه، والطريشه ده عباره عن تعبان صغير كده وليه قرنين، والطريشه دي بتنط. فهي زر كان بتنط عليا، رحت انا ناطط لانها في نفس المسار اللي انا كنت ماشي فيه، فانا نطيت اعلى منها خليتها تعدي، وبكده ما لمستنيش. الطريشه دي كل جسمها سام، فلما تضرب في الجسم تسمم، في خلال دقائق الواحد يموت. مش بتعض يعني، هي كلها مسممه. وعشان تعرف قد ايه ربنا ممكن يحرس الواحد، انا وانا راهب جديد ما كنتش فاهم حاجه خالص، وما زلت الحقيقه. فكنت قاعد على جبل وبتعلم الدف. عارفين الدف بتاع الكنيسه ده؟ انا قاعد بتعلم الدف، لقيت قدامي تعبان شكله جميل حلو يعني كده وبقرنين، وقف لي كده وبتاع، وعمال يعمل زي دوريه كده ويفك نفسه تاني، زي السوسته يعني، يعمل كده ويفك نفسه تاني. فقلت الله ده تعبان، انا اعرف باين التعابين بترقص على النغمات والموسيقى، فانا ايه هخليه يرقص. وقعدت اضرب بالدف بقى، والتعبان كل شويه يلم نفسه ويفك، يلم ويفك. فكان في واحد عندنا مش مسيحي بيطلع يعني بيقلم النخل، فقلت له يا فلان تعالى اطلع هفرجك حاجه. فالراجل جه طلع، انا كنت قاعد فوق تبه عاليه كده شويه، فطلع فوق التبه. قلت له شوف هخلي التعبان ده يرقص. هو شاف التعبان راح رامي نفسه من فوق الجبل وطلع يجري زي المجنون، وقال لهم تعالوا الحقوا ابونا بشوي مات. فالابهات جم بالكارير جايين يشيلوني، يعني جايين الحماله دي، لقوني قاعد لسه بضرب بالدف. قالوا انت بتضحك علينا؟ ازاي تقول لنا ان هو مات وابونا سليم؟ قال لهم انا بعناية اللي هياكلها الدود دي شايف الطريشه على بعد ربع ولا نص متر منه. فقالوا لي يا ابونا هو كان في طريشه هنا؟ قلت لهم هي ايه الطريشه؟ كان في تعبان جميل كنت بحاول اخليه يرقص. قالوا لي يرقص؟ دي الطريشه دي عاميه وبتيجي بس على الصوت، وانا عمال اعمل لها صوت يعني المفروض هي تيجي عليا يعني. قلت لهم لا الحقيقه هي قعدت تلف نفسها الحيه دي كذا مره، وفي الاخر عملت زي السوسته وراحت نطه بس الناحيه الثانيه خالص بعيد. يظهر الصوت بتاعي كان فيري نشاز، ما عرفتش تسمعه خالص، فراحت نطرت نفسها الناحيه الثانيه. حارسك حارس اسرائيل، ربنا هو اللي بيحرس. ان لم يحرس المدينه فباطلا يسر الحراس. صدقني في اي مكان تمشي فيه اذا ما كانش ربنا يحرسك، انت خايف ايه؟ يشيلوك من وظيفه؟ ما تخافش. لو ليك لقمه في الحته دي، اكل عيش في الحته دي، هتفضل. ولا يحاول يأذيك هيتأذي، لان ربنا رايد لك بكده. خلي عندك ايمان وثقه في عمل ربنا. ربنا قفل الباب ده، الكليه دي اتقفلت، هتلاقي كليه تانية صدقني واحسن، وربنا هيكون مرتب لك عن طريق الكليه التانية دي حاجه احسن لك كتير. اتقفلت شغلانه، هتلاقي شغلانه تانية.
واحده كانت بتعيط جامد جدا جدا وهتتجنن وتقول لي لو مشي البيت ده واحنا ما خدناهوش انا هفضل ابكي طول حياتي. على ايه؟ ده بيت. وبعد شويه جت قالت لي يا ابونا الحمد لله ربنا جاب لي بيت احسن كتير قوي. انا فاكر كان في شاب كده في الجامعه الامريكيه جه قعد تحت رجلي ويعيط وينفنف ويتفتق وهموت نفسي عشان البنت اللي هو كان بيحبها سابته ومشي. تموت نفسك ليه يا ابني يا حبيبي؟ ما فيش، ما تقولش كده حبيبي. ما فيش حد بيموت نفسه عشان واحده سابته. انا ما اقدرش اعيش من غيرها يا ابونا، انا هموت نفسي يا ابونا. يا ابني عيب، انت جامعه امريكيه وراجل محترم، ما تقولش كده. لا يا ابونا مش هقدر اعيش من غيرها. وعمال يمسك طرف الجلابيه بتاعتي وينافق، حالته بلا خالص. المهم ايه، انا استنيت عليه شويه كده واحاول اقنعه، مش عاوز. قال لي انا قلت هموت نفسي، هموت نفسي، هنتحر يعني هنتحر. قلت له ماشي روح انتحر. الواد بلم كده قال لي ابونا انت بتتكلم بجد؟ قلت له عاوز تنتحر بالسلامه بس بشرط. قال لي ايه؟ قلت له بعد 2.5 شهر بالظبط. قال لي اشمعنى؟ قلت له هقول لك ساعتها. ماشي توعدني؟ قال لي اوعدك. قلت له اهدى بقى خلاص، عاوز تموت نفسك؟ اتس اوكي بس بعد 1.5 شهر. طبعا انا كنت متاكد جوه قلبي انه مش هيموت نفسه يعني. ما تفتكرش ان انا بقول كده هبهزرد يعني بالصدفه وخلاص، لا انا كنت متاكد. المهم بعد 1.5 شهر جالي قال لي يا ابونا انت قلت لي بعد 1.5 شهر اموت نفسي. قلت له هتعملها؟ قال لي طبعا لا. قلت له برافو. ليه بقى؟ قال لي لان البنت اللي معايا احسن من القديمه بكتير قوي. قلت له عرفت ليه انا قلت لك بعد 1.5 شهر؟ لاني كنت متاكد في خلال 2 شهر هيكون معاك بنت تانية غير الاولانيه. وهو ده اللي حصل. ساعات انت تشوفها مقفله خالص والدنيا مظلمه خالص وانا مش عارف اعمل ايه، لكن تاكد ان اللي بيحرسك ده ربنا وهو اللي بيرتب امورك. خلي عندك ايمان، صدقني، ثق فيه، لان هو مستنيك انك بس جست تثق فيه. فانت لو وثقت فيه هيرتب لك كل الخير. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. وبعد ما خلصت راحت بصت عليا وقالت لي حط وشك في الارض ليه يا ابونا، ما تبص عليا. فانا بصيت عليها ورحت اتخضيت قوي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايات وحكايات. طبعا الكتاب بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا، واحنا اساتذه في الادانه وانا اولكم طبعا. خلي بالكم من الجيل القديم. الجيل القديم كان عنده شويه حاجات كده يعني فيري ستريكت قوي، يعني اللي يطلع براها يبقى بيطلع بره الفريم يبقى وحش او مش صح او لا يليق. انا عارف الدنيا بتتغير وانا بنفسي بتغير يعني، ما اخبيش عليكم يعني. لكن انا كنت طالع بقى ايه، الجيل بتاعنا مفيش واحده ست بتلبس جينز، مفيش بنت بتلبس جينز، كله بيلبس جيب او فستان. فطبعا ايه، زمان بقى كان كل الناس كده، فاللي يطلع بره دي يبقى ده طلع بره الريذم بتاع المجتمع. وكان المكياج مش صح، خصوصا للناس اللي داخله الكنيسه، كانش حد يحط مكياج. فكان بيجي عندنا بنت في الدير، بنت واحد يعني راجل طيب قوي، وكان دايما بيجيب بنته، وبنته ما كانتش كبيره الحقيقه يعني، عندها 18 سنه 19 سنه حاجه كده، بس كانت بتحط كميه مكياج بشعه. بصيت عليها كده قلت هي ليه بتحط المكياج ده كله وتيجي الدير يعني؟ ليه؟ فكنت باخدها بطريقه ظريفه شويه يعني، بحاول اخليني ظريف واقول لها، بس كنت بجرح مشاعرها. وفضلت على كده سنه ونص. كل ما تيجي الديره افضل اقول لها حطيتي كام لايرز النهارده، مش عارف ايه، المكياج خفيف قوي، حاجات كده يعني. وتعدي الايام وحصل ان احنا رحنا عندهم البيت انا وراها التاني عشان ناخد حاجه من باباها. فاحنا قاعدين البنت قالت لباباها لو سمحت يا بابا ممكن اخد ابونا بشوي معايا بس اقول له حاجه. فقال لها اتفضلي اذا كان ابونا ما يمنعش يعني. فقلت لها انا جاي معاكي. فرحت معاها طبعا، ما عنديش مشكله يعني. الشقه مش كبيره، فقعدت بقى اخدتني الاوضه بتاعتها، اتس اوكي.
ما فيش مكان تقعد فيه إلا هي على الكرسي بتاع التسريحة، فأنا قعدت على طرف السرير. فهي قعدت بدل ما تديني وشها راحت لفة وشها للمراية وابتدت تعمل حاجة في وشها. فقلت لها أنت طبيعية؟ أنت جايباني هنا بدل ما تتكلمي؟ أنا كنت فاكر إنها عاوزة إرشاد ولا حاجة. أنت جايباني هنا عشان تقعدي تحطي مكياج؟ قالت لي استنى يا ابونا دقيقة واحدة بس، استناني بس دقيقة واحدة وأنا هقول لك كل حاجة. وقعدت، كانت مش بتحط مكياج، دي كانت بتشيل المكياج وأنا حاطط وشي في الأرض. وبعد ما خلصت راحت بصت عليا وقالت لي حط وشك في الأرض ليه يا ابونا، ما تبص عليا. فأنا بصيت عليها ورحت اتخضيت قوي، ما صدقتش روحي. البنت عندها بيرث مارك، اللي هي علامة كده اللي بيتولدوا بيها الأطفال ساعات، علامتين كده حوالين مناخيرها مخلياها زي التايجر، كأنها نمر، شكلها شكل نمر. أنا اتخضيت قوي يعني. فقالت لي اتخضيت من شكلي يا ابونا؟ خلي بالكم زمان ما كانش بقى فيه تجميل، عمليات تجميل، جراحة تجميل ولا حاجات كده يعني، جراحة تجميل ما كانش فيه الكلام ده خالص يعني. فقالت لي اتخضيت يا ابونا؟ مش عاجبك شكلي ها؟ خضيتك انا. هو الوش ده اللي انت عاوزني امشي بيه في الشارع والعيال يرموا عليا الطوب ويقولوا لي يا نمر يا اللي شبه النمر مش عارف ايه؟ انا ما قدرتش امسك نفسي واتضايقت قوي ان انا زعلتها كل السنين دي كلها، وبكيت بكاء مرا وغطيت على رجلها عشان ابوسها واقول لها حقك عليا، ما تزعليش مني، انا ما كنتش اعرف. كان درس قاسي عليا قوي ان انا حكمت على البنت كده وهي مش ذنبها حاجه. وكان فعلا الدرس ده ليا كويس قوي علشان ما احكمش على حد تاني. انت تنظر الى الوجه اما الرب فينظر الى القلب. ربنا بيبص على قلب الناس مش على وشهم. كم مره بحكم على الناس غلط، كم مره بحكم عشان ببص من بره ما اعرفش حاجه خالص. انت تعرف ايه عن الناس؟ تعرف اي ظرف هو ده الراجل ده بيمر بيه ولا البنت دي بتمر بيه؟ تعرف ايه عن نفسيتها؟ تعرف ايه عن دواخلها؟ تعرف ايه عن عيلتها؟ ما تعرفش حاجه خالص. انت بتبص عليها من بره وتحكم. الحقيقه لغايه النهارده قلبي موجوع. القصه دي بقى لها حوالي اكتر من 43 سنه، بس انا لغايه دلوقتي قلبي موجوع وموجوع قوي ان انا جرحت مشاعرها. البنت طبعا وانا بحاول ابوس رجلها عشان تسامحني كانت بتقول لي يا ابونا ما تعملش كده ارجوك، انا بحبك قوي يا ابونا، انا مفيش حاجه، انا بس حبيت اوريك ليه انا بحط مكياج كتير. بس هو ما كانش موضوع مكياج، هو كان موضوع درس من ربنا بيقول لي لا تدينوا لكي لا تدانوا، ما تحكمش على الناس من الظاهر. وانا بقول لكم الخبره المره دي بتاعتي عشان انتوا كمان يا حبايبي ما تقعوش في نفس الغلط. لما حد يعمل حاجه قدامك اديله اكسكيوز، اديله عذر. انت ما تعرفش هو بيمر بايه، ممكن يكون هو بيمر بمراره وانت مش عارف. حط له اي عذر، اي عذر من دماغك عشان تقدر تغفر له وتسامحه، او على الاقل ما تحكمش عليه، لان ما ينفعش نحكم على الناس احنا ما نعرفش عنهم اي حاجه. ربنا يبينا كلنا انا وانتو ان احنا لا ندين الاخرين حتى ولا في ذهننا، وننفذ الايه عشان في الاخر ربنا ما يديناش. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين. الفرص بتجيلنا قليله قوي، والفرصه لو جات لك وما استخدمتهاش ممكن تضيع منك، واذا ضاعت منك ممكن السما كلها تضيع منك بسبب الفرصه اللي انت ضيعتها دي وانت مش واخد بالك. حلقة النهاردة عن التوبة، عشان كده الكتاب بيقول إن اعترفتم بخطاياكم فهو أمين وعادل أن يغفرها لكم. يسوع هيغفر لك خطيتك لو أنت اتكلمت واعترفت بيها. وإحنا اتكلمنا كتير عن الاعتراف، بس النهاردة حبيت أحكي لكم عن حاجة حصلت معايا بالصدفة البحتة. أنا ما تفهمش ليه يعني لما باجي أسوق بنام، بحب أنام أو وأنا سايق،
لكن لو اي حد تاني سايق ما بنامش. يظهر ببقى واثق شويه في سواقتي فبنعس يعني. كنت بخدم في بلد بعيده عن القاهره في بحري كده، وكان لازم انزل القاهره مرتين او 3 في الاسبوع علشان دراسه معينه. فانا كنت متفق مع نفسي ان انا لو نعست وانا سايق بالنهار اركن وانام. انتوا عارفين الطرق ما بين غير الطريق الزراعي الرئيسي زمان كان حالته تعبانه قوي، لا الطرق اللي بتوصل على الطريق الزراعي كانت طرق خطره شويه. فانا كنت متفق مع نفسي لو نعست بالنهار اركن وانام. لو انا نعست بعد الظهر كده او في يعني زحمه او مش هينفع اركن على الطريق، بخش اي بلد واشوف كده اي محل حاطط صوره للعذراء، صوره للمسيح ولا حاجه. والناس زمان كانوا طيبين الحقيقه. فتخش كنت ادخل عند اي محل او اي بنت لابسه صليب اقول لها انا ابونا بس عاوز اغسل وشي واشرب كوبايه شاي واكمل الطريق تاني. فالناس الحقيقه اللي هم كانتري سايد او بيبقوا بره المدن الكبيره طيبين قوي قوي، بيحتفلوا بالناس كويس قوي. فعمري ما لقيت مشكله، لغايه ما جيت في يوم لقيت نفسي نعسان جدا بطريقه مش طبيعيه، وده كان فوق العاده يعني. وانا مش عارف ليه انا نعسان. طب ده انا نايم كويس وجاهز للمحاضرات اللي هاخدها وكده، مفيش فايده. دخلت بلد على الطريق الزراعي، وكانت البلد دي ما لقيتش فيها ولا واحد في الشارع. الدنيا كانت فاضيه خالص وهوس. هي بلد صغيره. فقعدت الف في البلد على اساس الاقي حد اروح عنده ولا اشوف محل فاتح. مفيش. كان رمضان وكانت ضربة مدفع. قعدت الف قلت ايه ده، البلد دي مهجوره ولا ايه؟ مفيش حد خالص. فقلت خلاص اطلع بره على الطريق الزراعي، ما بين الطريق الزراعي وما بين البلد، وانا شويه في العربيه وبعدين اكمل طريقي. وانا خارج من البلد لقيت يافطه دكتور. اليافطه بتاع الدكتور مسيحي، شنوده، فلتقوس، حاجات كده اسماء يعني تبين انه مسيحي، والعياده منوره. فقلت الله دي فرصتي، بالتاكيد الدكتور مش موجود، فاخش للممرض ولا حاجه واقول له احجز لي وادفع فلوس الفيزيتا، واقول له ممكن اشرب كوبايه شاي واغسل وشي وقبل الدكتور ما يجي امشي. يبقى كده ايه، دفعت حق الشاي بتاعي تالت ومتلت، وفي نفس الوقت ما ضايقتش حد. خبطت على الباب، طلعت لي ممرضه. قلت لها طبعا بتكلم وانا متاكد يعني ان الدكتور مش موجود. هو الدكتور موجود؟ قالت لي موجود. كنت عاوز اقول يا لهوي موجود ليه، انا مش عاوزه اصلا، بس ما قدرتش اقول لها حاجه. قلت لها طب ممكن تحجزي لي لو سمحتي. قالت لي احجز لك ايه بيه، هو في غيرك؟ ولقيتها راحت فاتحه الباب بتاع الدكتور وقالت له مريض يا دكتور. طبعا انا مش مريض، انا نعسان بس ومش عارف اعمل ايه، وازاي اقول له ان انا نعسان. فقلت يا رب يا رب يكون حد بقى من ولادنا المسيحيين اللي ايه مش هيتضايق ان انا اقول له كده. يعني اصل برضه لو دكتور وغير مسيحي ولقى ابونا داخل يقول له انا نعسان، هيفتكر ان انا بهرج معاه وهيزعل. فدخلت رجل وطلعت رجل، لقيت الدكتور بيقول لي اهلا اهلا يا ابونا اتفضل. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. فقال لي اتفضل يا ابونا اهلا وسهلا. فقلت له شوف يا دكتور قبل ما ابدا باي حاجه، انا مش عيان، انا نعسان. قال لي نعم؟ قلت له الحقيقه انا كنت نعسان جدا وانا بسايق ومش لاقي حته ما فاتحه في البلد خالص اشرب فيها قهوه ولا حاجه، فدخلت عندك قلت اشرب كوبايه شاي واغسل وشي واكمل، فانا اسف حقك عليا، هقعد بره بس خليها تعمل لي شاي بس وكده. قال لي يا ابونا اقعد، ما فيش حد النهارده، اقعد انا احكي لك. يا ام فلان اعملي لنا كوبايتين شاي وروحي انت لعيالك اكليهم عشان الفطار. عملت لنا شاي ومشيت. والدكتور حكى لي حكايه غريبه شويه. قال لي ابونا انت مش جاي عشان انت نعسان، انت جاي عشاني انا. قلت له عشانك؟ قال لي الحقيقه انا باجي البلد دي مره واحده في الشهر، علشان البلد دي انا بدات فيها وانا طالب صغير.
دلوقتي ربنا فتحها عليا وعندي كذا عيادة في كذا حتة وكلهم شغالين كويس جدا وفي كذا مستشفى كمان. فأنا باجي هنا للفقراء بتوع المنطقة مرة في الشهر كده، بعمل لهم يعني خدمة، يعني مش عشانهم خالص، مش عشان ان انا مش لاقي شغل ولا حاجة، لا انا باجي لهم هم. يعني النهاردة مش اليوم بتاعي، النهاردة انا بقالي 10 ايام تقريبا لا بنام ولا باكل ولا بشرب ومش عارف اشتغل، وحالتي تعبانة جدا 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 نفسيا يعني. فقلت اروح اقعد في الحتة اللي انا بدأت فيها، لان البلد هنا هادية شوية فبتريحني نفسيا. فقلت ايه، اروح اقعد شوية. الممرضة لقيت العيادة منورة، دخلت تشوف مين ومفيش دقيقتين وانت خبطت. فهو ترتيبات ربنا ان انت تقابلني النهاردة. انا يا ابونا تعبان جدا وارجوك تريحني. انا اللي هكشف بقى. قلت له ماشي، قول لي ايه اللي تعبك. قال لي انا حاسس ان انا هموت، بقى لي 10 ايام احساس غريب جدا ان انا ممكن اموت في اي لحظة، والاحساس عمال يضغط عليا ويزيد ويزيد ويزيد. فانا قلت له مفيش مشكلة، اموت يعني، اي كلنا هنموت يعني، اللي عاوز يموت يموت يعني. وبعدين كويس، لما بنموت بنطلع السما، فهنطلع السما ونبقى فرحانين وخلص على كده. مش بتعترف وتتناول، ما يهمكش يا عم، يعني في توبة مستمرة وفي حياة مستمرة مع المسيح يسوع من خلال التناول، فأنت كويس قوي. قال لي الحقيقة ابونا أنا لا بتناول ولا بعترف، بقى لي أكتر من حاجة و40 سنة ما دخلتش الكنيسة إلا في المناسبات بس. فقلت له اتس اوكي، ما فيش مشكلة، ممكن تروح لابونا تعترف بسهولة وخلاص، لدام يسوع مديك يوم جديد خلاص. فقال لي الله يسامحه ابونا، النهارده رحت الكنيسه كان يوم جمعه وقال اللي مش معترف يطلع بقى من الطابور. قلت له بس انت لو كنت قلت لابونا ان انت هتعترف بعدين خلاص كان هيناولك. قال لي بس انا مش هعترف. قلت له ليه ما تعترفش ليه؟ قال لي انت عاوزني انا بعد العمر ده كله اقعد جنب كاهن واقول له انا كنت بعمل ايه خطايا في شبابي وصباي؟ لا، لما تقطعني حتت. قلت له انا مش شايف فيها حاجه يا دكتور، يعني انا واحد بتكسف قوي من اني اتعرى قدام حد، لكن لما باجي عند الدكتور ما بتكسفش لان ده دكتور وشايف زي مئات الناس، فيعني مفيش مشكله يعني. فقال لي لا يا ابونا انا ما اقدرش خالص، ارجوك يا ابونا اشوف حل تاني غير انك تقول لي اعترف. انا مش هعترف. فانا لقيت الراجل مش عاوز يعترف وابتدى يتنرفز عليا. فقلت له طب استنى بس، انا هشرح لك كل حاجه. دلوقتي اي حد، كل الناس تقريبا يعني بتتنرفز، انت حضرتك مش بتتنرفز؟ قال لي لا انا لسه متنرفز عليك، انا بتنرفز على طول. قلت له حلو خالص. طب كل الناس بتكذب كذبه كده وتقول لك دي بيضه دي سودة دي نص ونص حاجه كده، انت مش بتكذب؟ الحقيقه الواحد بيكذب لغايه دلوقتي، هو انا الواحد مكسوف من نفسه وهو بيقول كده بس بيكذب يعني. قلت له الناس وهم صغيرين يعني شباب كده بيعملوا بعض الخطايا اللي محدش يقدر يتكلم عليها، لان عارف غصب عنهم بقى لسه بادئين وبتاع، فعني بتبص وحش، افكاره بتبقى مش طاهره. انت بقى كنت ملاك بجناحين؟ قال لي لا يا ابونا كنت بايظ خالص بصراحه يعني، بس طبعا بطلت بقالي كتير قوي يعني بعد الجواز بقى واتلميت واحترمت، وانا احترمت نفسي، انا متجوز وعندي ولد وبنت والاتنين في طب نشكر ربنا وحاجه كويسه خالص. قلت له كويس. وابتديت انا اقول له الخطيه، يقول لي دي بطلتها، لا دي لسه بعملها. وفضلت اقول له كل الخطايا لغايه ما قال كل خطايا. قلت له كويس خالص، الف مبروك اديك اعترفت. قال لي مش ممكن اعترف ابدا. يا عم اعترفت، انا ابونا وانت قلت لي خطاياك، انت من جواك سوري يعني، انت متضايق انك عملت كده؟ قال لي طبعا الواحد بيتضايق انه يغلط في حق ربنا. قلت له حلو خالص، انا هصلي لك التحليل، انت نضيف ما عندكش اي خطايا. قال لي بجد يا ابونا؟ يعني انا
ما عنديش ولا خطية؟ قلت له اللي احنا ذكرناها يعني، كل الخطايا اللي احنا ذكرناها انت اتمسحت خلاص. قال لي طب في اعدادي انا كان حصل معايا موقف مع واحد صاحبي عمل كذا، وقلت له الله يحلك. قال لي برضو وانا في الجامعه في بدايه الجامعه حصل قابلت كذا وعملت كذا. الله يحلك يا ابني، مفيش حاجه تاني؟ قال لي لا مش فاكر اي حاجه. قلت له خلاص، يبقى انت كل خطاياك اللي فاتت اتمسحت، وانت دلوقتي عامل زي البيبي اللي لسه طالع من جرن المعموديه، نضيف خالص بلا خطايا. بعد كده اي خطيه بسيطه كده، نرفزه بتاع، تروح لابونا حتى قبل التناول تقول له يا ابونا انا بتنرفز مثلا ولا حاجه، هيقول لك الله حلك يا ابني وخلاص. ده يسوع حاطط طريقه للاعتراف سهله جدا عشان الناس كلها تنضف بسهوله. فانت كده الف مبروك. رجع الدكتور الفخم النظيف ده على الارض اللي مش نظيفه، وكانت دموع على خده، وزلت له التحليل. وبعد كده قعدنا مع بعض نحكي، اتضح ان انا اعرف المدام بتاعه وعياله. وقال لي يبقى انت ابونا بشوي اللي هم بيحكوا لي عنه، واتعرفنا على بعض، وهو ما جابش سيرتي وانا مشيت، والحقيقه نسيته خالص. قابلت ابنه بعديها بشهرين 3، قلت له ازيك يا ابني عامل ايه وكده. ابونا وحشنا خالص. قلت له ازاي بابا؟ قال لي لا انت عمرك ما عرفت بابا يا ابونا، انت كل مره بتيجي البيت بيكون بابا في الشغل وعمره ما كان موجود. قلت له لا ده انا رحت له العياده الفلانيه وقابلته في اليوم الفلاني واعترف. قال لي ها انت اللي خليت بابا قديس؟ مش معقول. قلت له هو بابا قديس؟ قال لي يا ابونا ده لقيناه يوم الجمعه دي راجع بيقرا في الكتاب المقدس طول النهار وعمال يصلي جامد قوي، وراح تاني يوم السبت والحد راح القداس وتناول، وبقى فيري سوشيال، وعمال ياخدنا بالاحضان ويبوسنا كلنا. قلنا بابا اتجنن ولا جراله حاجه، لانه عمره ما عمل كده في حياته، كان وركهوليك يعني، بيشتغل ليل ونهار ما نيفر ستوب يعني. قال لي وبعد كده يوم الثلاث بابا طلع السما. يعني انا قابلته الجمعه، هو فضل تايب سبت حد 2 والثلاث طلع السما. الضغطه النفسيه اللي كانت عليه انه هيموت كانت حقيقي، احتمال من كتر الصلوات بتاعت مراته وعياله ربنا خلاه يضغط عليه روح نفسيا كده علشان يخليه، وقعد يرتب بقى يسوع يرتب، اضغط عليه نفسيا، يحب يريح نفسه، يروح في العياده بتاعته القديمه، انعس ابونا، يركب العربيه يخش البلد دي ما يلاقيش حد فيها، يخش العياده يقابل الدكتور ده، هديله فرصه اخيره هيعترف، وبعد كده ادخله السما. انت ايه رايك في الحكايه دي؟ يسوع بيحبك قوي صح؟ بيفضل وراك ليل ونهار علشان تتوب وتخش السما. ضيعت الفرصه انت المسؤول. كم فرصه يسوع اداها لك؟ كتير قوي. ارجوك ما تضيعش الفرصه. عشان كده انا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل ان يغفرها. يسوع دايما امين وعادل، هيغفرها بس اعترف بيها، ويسوع مستنيك لانه فرحان بيك. ربنا يدينا كلنا حياه التوبه. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين.